اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايب قلبي، اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. تعالوا حبايب قلبي اتفرجوا على الفيديو النهاردة، هيكون جميل وهيعجبكم. هنعمل لكم طريقة المحشي بكل تكاته وحركاته. اوعى تفوتوا الفيديو واتفرجوا عليه لحد الآخر، وما تنسونيش باللايك. ويلا تعالوا يلا بينا وريتكم الصبح ان شاء الله الشمس وهي طالعة. وهنعمل باقي كوباية شاي بلبن عشان تقوينا. الروتين النهاردة كان صباحي وكان بلح عشان الطاقة، وهنروح نشرب الشاي هناك في البلكونة ونرجع لكم تاني عشان نحضر الفطار. اخباركم ايه النهاردة يا حبايب قلبي؟ وحشتوني والله. النهاردة بقى ايه، هنعمل روتين قوي جدا زي ما قلت لكم عن المحشي كل تكاته. مش هسيب اي حاجة لما اوريها لكم، وحد زي كده بيعمل الطريقة دي، وان شاء الله الطريقة تعجبكم. وما تنسوش تحطوا لي اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان كل ما انزل فيديو جديد تتفرجوا عليه. هنا بوريلكم وانا واقفة بشرب الشاي، وهندخل بقى على الفطار على طول. مش هطول عليكم في الفطار النهاردة ان شاء الله. بسلق بيض وعندنا فول، وبنعمل طعمية بالخضار زي ما انتوا شايفين، وبالهنا والشفا يا رب. خلاص كده نقدم الفطار. عملت كوبايتين الشاي زي ما متعودين مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيبي يا رسول الله. عايزاكم كلكم اللي عندي ينزلوا صلوا على سيدنا محمد عشان البركة ايه تحل علينا كلنا. خلاص كده بوريكم الفطار، هنطلع نفطر. النهاردة انا كنت صاحية بدري. خلاص هنطلع ايه، هنفطر وارجع لكم على طول. نعمل شوية محشي بقى يدفونا في الشتاء. طبعا ايام الشتاء كلها كل يوم عايز محشي، وشوية محشي يستاهلوا بقكم. حلة محشي ايه، انما ايه ما شاء الله. انا حطيت المية، حطيت معلقة سكر لان في محشي في ورق كرنب كتير هيشال معايا، فالسكر ده مادة حافظة. خلاص حطيت الكمون عشان الكمون برضو ايه بيحوش اي حاجة ورق الكرنب. معلقة كمون. هنا قطعت بصلتين وفلفل عشان نعمل ايه البصلة بتاعتنا نحمرها تقلية. هنا الطماطم هعملها في الخلاط. بالهنا والشفا عليكم يا حبايب قلبي. يا رب تستفيدوا لو بحاجة صغيرة من الفيديو ويعجبكم ان شاء الله. هنا بقطع الكرنبة، هوريكم بقى الكرنبة بتتسلق ازاي من اولها لاخرها. في ناس لحد دلوقتي متعرفش تسلقها سليمة، لازم يفككوها من بعضها، وبتكون صعبة ان انت تفككيها. فهي سهلة قوي تعمليها كده ايه على بعضيها، تسلقيها على بعضيها. هي كانت حلوة قوي. لما تيجي تشتري الكرنب ما تشتريش الكرنبة الكبسة، اشتري اللي هي مفرطة دي، بتكون ورقة ورقة كده ما بتغلبكيش. وما شاء الله خزنت منها كتير وعملت منها النهاردة كمان، كانت كبيرة علينا يعني ما شاء الله. بوريكم واحدة واحدة عشان ايه تعرفوا الطريقة. تمام يا حبايب قلبي. بحوش كده القلب من جوه، قلب الكرنبايه، ونسلقها كده على وشها الاول. بوريها لكم. كانت بيضة وقشطة ما شاء الله عليها، كانت حلوة قوي. حطيت كمون عشان يحوش الغازات اللي هي في ايه في الورق الكرنب. تمام يا حبايب قلبي. انا حاطه الميه غليت اهي. هنزل بقى بالكرنبة على وشها كده عشان ايه تتسلق، وبعدين نقلبها عادي. كل الحكايه الطريقه دي اسهل طريقه تعمليها في سلق الكرنب. تمام يا حبايب قلبي. خلاص كده ايه هنقلبها. سلقناها وهنقلبها. بوريها لكم ان هي بتطول شوي 5 دقايق ولا حاجه. خلاص كده ايه هنقلبها وناخد ورقه ورقه، كل ما الورقه تستوي ناخد التانية. ما شاء الله اللهم بارك. كانت حلوه قوي. والطريقه بتاعت المحشي دي من زمان واحنا متعودين عليها. انا جربت كل طريقات المحشي بصراحه يعني،
والطريقة دي حلوة قوي، لان امي بتعملها واهلنا بيعملوها كلهم، ربنا يديهم الصحة يا رب. والطريقة دي احلى طريقة تشمي ريحة المحشي من بعيد. انا حبيت ابدأ معاكم الشتاء بالمحشي، لان انتوا عارفين كل يوم عاوز ايه؟ محشي محشي في الشتاء، محشي ونتخن بقى. هنا خلاص هوريكم في طريقتين لتقطيع الايه الورق. الطريقة اللي انا بمسك فيها الورقة دي، وطريقة ايه اللي هي الناس اللي هي ما بتعرفش تمسك الورق تقطعه كده، بيحطوها على البلينشة ويقطعوا برضو ورقة ورقة. دي ودي الاتنين حلوين، بس انا اسهل كده بايدي على طول، لان انا متعودة. في ناس لا، في ناس بتعمل ايه الورق الكروم تقطع واحدة واحدة على البلينشة كده، وده عادي وده عادي. اللي عارف دي يعمل ليه، واللي عارف الطريقة دي يعملها. بوريكم مقطع الورق صغير، بحب الورق صغير خالص عشان صباع المحشي يكون صغير قوي، مبحبوش كبير يعني. خلاص كده يا حبايب قلبي، ما شاء الله. ايه رأيكم؟ هنقطعها كلها ونرجع لكم على طول. دي الطريقة التانية نسيت اقول لكم عليها اهي. نلف كده على البلانشة طبعا، وايه، ونقطع بقى كده زي ما انتوا شايفين، ما شاء الله. عملت 3 اطباق ورق كرنب وشلتهم، غير اللي انا عملته النهارده. الكرومبة دي كانت ب25 جنيه، بس طلعت بصراحة ايه حلوة. بالهنا والشفا يا رب. ندخل بقى على الصلصة. تخديعة المحشي، تخديعة المحشي بتاخد بصل كتير عشان يكون مسكر. ده البصل وفلفل قرن فلفل اخضر. وهننزل ايه على الزيت ولا السمنة اللي انتوا حاطينه، ايه، ونعمل بقى ايه التخديع. هنسيب البصل ايه يدبل معانا شوي، وهننزل بمعلقة صلصة. بحب الصلصة عشان بتحمر المحشي. خلاص انا قربت لكم. هنا بقى ما شاء الله بوريكم الطماطم. كنت ضربها في الخلاط، كانت تخينة وحمرة وحلوة اليومين دول. معلقة صلصة، وهننزل بقى بالطماطم على طول. حطيت معلقة سكر بس الكاميرا ما جابتهاش، وقلبت الصلصة كويس. انا مبطئه الفيديو عشان تتفرجوا على كل حاجه ما تفوتكمش. هنا بوريكم الاطباق اللي هي الفل اللي انا ايه اللي عملتها عشان اخزنها. كل ما اجيب كرنبه اشيل منها حاجه كده بتقعد معايا لحد رمضان. يعني ملناش اكل كتير في المحشي بصراحه، مش بعمله مره في الشهر مثلا. هشيلهم بقى ايه، احط اكياس واشيلهم عشان في الفريزر على طول. معلقه السكر اللي احنا حطيناها بتكون ماده حافظه للحاجه اللي زي كده. خلاص بوريكم الصلصه، ما شاء الله كانت تقيله وحلوه قوي وريحتها كانت جميله. هنا بقى حاطه انا ايه كمون وفلفل اسود وملح ومرقه دجاج، كزبره ناشفه اللي هي التوابل يعني. بحب احط مرقه دجاج بتسكر الصلصه. وهركنها بقى ايه تتخدع على نار هاديه. وهنعمل بقى الطريقه دي حلوه قوي قوي للمحشي بصراحه. هنفلفل الرز عشان المحشي ما يكونش معجن مننا. حطيت الزيت وحطيت الرز. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وهننزل بقى ايه شفتي التركايه دي؟ ما شاء الله هتعجبكم قوي قوي في المحشي. لو حد بيعمل زي كده يقول لي. هنحط بقى الخضره، وهنحط النهارده مش هنحط بصل ني في الخضره، هنحط توم. التوم ده السر بتاعنا النهارده في المحشي. ان شاء الله هيعجبكم، بيخلي ريحه المحشي ايه ما شاء الله، الله اكبر، زي الفل. وريحتها حلوه ان شاء الله. خلاص يا حبايب قلبي هنديها تقليبه كده، ما شاء الله. ربنا يديم علينا نعمة يا رب. ربنا يديم علينا نعمة الطعام ونعمة الأكل والشرب، ويحفظنا من الزوال، اللهم آمين. خلاص كده يا حبايب قلبي، بوريكم بقى انزل بالصلصة كلها. ما شاء الله كانت خلاص اتخدعت وجميلة قوي.
كانت هتقع من ايديا. ايه رأيكم في شكلها؟ هنقلب بقى تقليب حلوة كده، واتفرجوا بقى على شكلها. وكمان انا شم ريحتها ما شاء الله، ريحتها كانت تجنن. الناس اللي بتحب المحشي طبعا ايه عارفين الحاجات دي. انا زي ما قلت لكم ما بعملش المحشي الا كل فين وفين كده، لما ايه يوحشنا يعني، ملناش فيه قوي. ما شاء الله. الشكل الاضاءة مش عاطينا لون حلو، ظلمها بصراحة. هنا جبت 2 فلفل عشان يدوا ريحة للمحشي وهو بيستوي. هنا هحط في الحلة اللي هي الورق الصغير ده اللي بقطعه، عشان ايه لو الحلة اتحرقت منك ولا حاجة يبقى ده اللي يتحرق. تمام يا حبيبتي، ان شاء الله مش هتتحرق ولا حاجة. يلا هعمل معاكم كام صباح في الاول كده عشان الموضوع ده هيطول معانا. ايه رأيكم في الشكل النهائي؟ عجبكم؟ ما تنسوش تصلوا على سيدنا محمد في الكومنتات تحت. ما تنسوش عامة تصلوا على سيدنا محمد طول ما انتوا قاعدين ماشيين رايحين جايين، شفيعنا رسول الله. خلاص كده يا حبايب قلبي، بحط رز قليل. سبحان الله، قد الورق قد الرز بالظبط بالملي، ما فيش ورقة اتبقت ولا في رز اتبقى. وكان ما شاء الله العين برضو بتشوف ايه وبتقدر اللي قدامها. خلاص كده يا حبايب قلبي، مش هطول عليكم واقعد انا ايه احشي. اجيب كوبايه الشاي بتاعتي واقعد ايه مع نفسي كده. خدوا مني نص ساعه، نص ساعه لف لان لوحدي، وارجع لكم بقى ايه على طول. ما شاء الله، اللهم زد وبارك. بالهنا والشفا على قلبكم حبايب قلبي اللي شرفتوني ونورتوني. كومنتاتكم الجميله لكم بالمثل. خلاص كده خلصنا، بوريكم بعد ما انا خلصت اللف كله. رأيكم؟ بالهنا والشفا على قلبكم يا حبايب قلبي. هنا بغطيها عشان ايه ما تطلعش الرز بره. وبرضه هحط طبق برضه بيحوش الرز. هنا الشوربه ما شاء الله، ما بنحط الشوربه كتير يعني، تحت الطبق اللي هو تحت الاخير، الصف الاخير نحط الشوربه، نقلب شويه. خلاص كده يا حبايب قلبي، ادي الطبق اهو. الطبق ده ما بيخليهوش يتفك لما يغلي كويس. نشغل بقى عليه نار عالية وبعدين نار ايه واطية شوية. اركنته بقى العين اللي هي العالية عشان ايه شوية كده وهوطي عليه. هنعمل بقى ايه طبقين شوربة لسان عصفور. ما بحبش اتقل اي طبيخ ولا اي حاجة جنب المحشي عشان يتاكل ما يقعدش. طبقين صغيرين كده شوربة وخلاص كده. الحمد لله طبعا، حمد ورضا من عندك يا رب، نعم فضل ونعم علينا. خلاص بوريكم شوربة لسان العصفور، قصدي اتحمر. حمريه كويس كده وننزل بقى بالشوربة بتاعتنا الجميلة ما شاء الله. هنا فيها مرق الدجاج عشان تسكر لنا الشوربة شوي. انا والشفا هزودها ايه مية عشان يكون ايه معتدل، لا هو تقيل ولا هو خفيف. وبألف هنا وشفا عليكم. عايزاكم تقولوا لي ايه رايكم النهارده في ايه في الفيديو بتاعنا. يا رب يديمكم نعمه في حياتي. هنا المحشي كان داخل على السوا. بوريكم ايه على اللي حطها العين الكبيره بتاعه البوتاجاز في الاول وبعدين بوطي شويه. خلاص بقى استوى المحشي معانا وهنقدم الغدا. بألف هنا وشفا عليكم يا حبايب قلبي. يا رب الفيديو يعجبكم النهارده. كنت عامله فراخ حمرتها وعملت لسان العصفور بوريه لكم اهو ما شاء الله. خليته خد غلوة او 2 وبعدين قفلت عليه كده ما يشربش المية معاكي. هنحوش دول الاول، هنحطهم في الطبق عشان ما يعوش مني. وهنيجي بقى نازلين ايه بالمحشي بتاعنا ما شاء الله، الله اكبر.
حلة محشي تدفي في الشتاء اللي احنا فيها ده. خلاص يا حبايبي، الشتاء شدت حيلها قوي علينا. كل سنة وانتم طيبين، ويعيد عليكم الايام بالخير يا رب. انا عامله كام صباع اخضر كده لان انا بحبه قوي اللي هو الاخضر ده. نقدم بقى الغدا وبألف هنا وشفا يا رب. قولولي ايه رأيكم النهاردة في الفيديو بتاعنا المحشي وتركاته وحركاته. ما شاء الله، الله اكبر. بالهنا والشفا يا رب. خلاص كده يا حبايب قلبي، هنحط طبقين شوربة لسان عصفور ونحط الفراخ ونطلع نتغدى، واشوفكم في فيديو جديد، واشوفكم على خير اخواتي وحبايبي. ربنا يبارك لي فيكم ويديمكم نعمة في حياتي يا رب، وبالهنا والشفا عليكم. واترككم في رعاية الله. مع الف سلامة يا حبايب قلبي. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس وتصلوا على سيدنا محمد في الكومنتات، ولكم بالمثل. بألف هنا وشفا. مع السلامة يا حبايب قلبي، مع السلامة.